وبيبدا الفيلم بالهند ايام الاحتلال الانجليزي. تكس بيقول مولاي انا لفيت البلد دي كلها ما لقيتش فيها ولا واحد شحات ولا واحد حرامي، كلهم اغنياء عندهم اكتفاء ذاتي، اكل وشرب، كلهم مزارعين بيحبوا اراضيهم والشغل فيها، ولذلك الخير عندهم كتير قوي رغم ان المغول حكموهم مئات السنين وخدوا خير كتير قوي منهم، ولكن لسه الهنود دول عندهم خير اكتر واكتر، عندهم خير يكفي العالم ده كله. وفعلا يا صديقي الهند كانت من اغنى الدول في العالم، اهلها شغيله وبيحبوا الزراعه وبيحبوا يعملوا خير فيها، ولكن اللي حصل فيهم من اغلب العالم وصلهم للحاله اللي هم عايشين فيها دلوقتي. ما علينا. المهم سنه 1857 كانت الحرب شغاله بين الهند بقياده جاسي ضد الجيش البريطاني. الانجليز بيكونوا مسيطرين عليهم وقاتلين كتير قوي من الجيش الهندي. قائد الجيش الهندي بيقول لل100 جندي اللي باقيين معاه احنا لازم نوقف الحرب دي حالا، ملعونه بالحريه اللي هتخسرنا حياتنا، احنا كنا 20,000 جندي ما فاضلش منا غير 100 واحد بس. التاني بيقول له عندك حق يا قائد، ان كملنا في الحرب دي هنروح في شربة ميه. بيقولوا بالظبط. وهوب جيسي بتقول كل واحد ثابت مكانه. في يا قائد مش عيب تقول لجنودك استسلموا؟ ما تعرفش ان اللي بيموت علشان حريه بلده بيموت شهيد؟ انت خايف لان معاك 100 جندي بس. من 10 سنين فاتوا كان في وحش مهم بدا حربه ضد الانجليز بطوله، لا معاه جندي ولا سندي. يوم ما اتولد الوحش العنيف جدته طلعت لجده وقالت له مبروك، ولكن نازل من بطن امه ميت. وهوب الواد بيصوت، ما يعرفوش انه كان مريح بس من المشوار يا صديقي. المهم ساعتها الناس بتعتبر سيماي طفل مقدس، ازاي كان قاطع ميه ونور ومره واحده فاق. واما كبر وتم 6 سنين الكل كان شايفه مش بني ادم عادي. الواد ابوه مات وجده اتبناه وكمل تربيته، وجده ده ملك قريه سامع ما كان لهوش وارث يحكم من بعده. المهم سيماي بيكبر في عز جده، والكاهن بيقول لاهل القريه الصنم اللي احنا بنعبده اختار سيماي هو اللي ولع النار دي كل سنه بالليل، والنار دي في معتقداتهم هم صديقي انها الطريق اللي هيحررهم من الانجليز، او هتجيب لهم هيركليز اللي هيحررهم من الانجليز. المهم سيماي في يوم بيكون خارج بالخيل بتاعه، هو بيشوف الانجليز قاتلين 5 6 من اهل المنطقه، بيرجع لجده هو بيقول له الحق يا جدي الانجليز قتلوا ناس من اهل المنطقه. بيقول له ما هم اللي بيحكموا يا ابني. بيقول له انت لا مؤاخذه كيس جوافه. بيقول له ما هم دخلوا اراضينا بجيشهم الكبير واسلحتهم المطوره وخدوا مننا السلطه ونهبوا شعبنا، واللي بيعارضهم بتكون نهايته الموت، حتى انا بنفذ اللي بيطلبوه مني خوفا منهم زي العبد. بيقولوا طيب يا جدي ما بدل ما نعيش عبيد نموت ملوك. بيصدموا فبياخدوا للكاهن جوساي، بيفضل مركز في اللي بيعملوه. سيماي بيقول له يا عم انت كلمني، مش انت خبره ولفيت العالم ده كله، في اي ظلم قبلك في اي بلد زي اللي حاصل عندنا هنا؟ بيقول له لا. بيقول له طيب يبقى المفروض زي ما بيقتلونا الانجليز نقتلهم. بيقول له مظبوط. بيقول له خلاص اديني بركاتك وحركاتك على السيف ده وسيبني عليهم. بيقول له هتقدر تقتل كام واحد منهم؟ بيقول له لا يقل عن 10. بيقول له طيب هم جيش كبير قوي فيه الوفات من الجنود اكيد هيقتلوه. بيقول له مستعد للموت علشان حريه بلدي. بيقول له المهم علشان تحرر بلدك مش موتة، المهم انك تكسب الحرب، وعلشان تكسب اي حرب محتاج تدريب وجنود وتخطيط من نار، واللي في ايدك ده مش سلاح، سلاحك في راسك، تعرف خلاصك. جاهز لبدايه الحرب يا اسد؟ بيقول له جاهز يا عمها. وفعلا يا صديقي بيبدا يدربوا تدريب من نار، وتعدي الايام وتفوت الاسابيع وتعدي السنين، والانجليز طمعهم كل يوم بيزيد في موارد الهنود، بيقرروا يرفعوا عليهم الضرايب، يعني هياخدوا من المحصول اللي بيزرعوها صديقي، بدل ما بياخدوا 50% هياخدوا منهم 60%. بيبعتوا لهم ابن الهرمكوركين على جنوب الهند، وفي جنوب الهند في 61 قريه عليهم 61 حاكم هندي، واللي هيحكم الحكام دول كلهم هو كوركين. المهم بيكون كبر وقاعد تحت الميه. هو مين؟ هو وحش السنين، اسد العرين، الكذاب التي بقدراته هيكذب كذب السنين. سوماي بيفضل كتير تحت الميه، والحته الجميله الوزه الخطيره لكشمي بتنزل الميه، بتشوفه تحت الميه بتكون فاكراه صنم، وهوب بيفتح عينيه بتعرف ان هو سيماي، بتطلع جري لفوق وبتفضل تفكر فيه. الكاهن بيقول لها في ايه؟ بتقول له شفت سيماي تحت الميه؟ بيقول لها ما هي دي طقوسنا يا بنتي، لازم في اي فرح ينزل شخص يفضل يبارك تحت الميه. بتقول له ما انا عارفه بس المفروض يخرج وينزل تاني، هو ما خرجش خالص من ساعه ما نزل. بيقول لها ما هو سيماي شخص مش عادي، ده مجنس، تمساح على سمكه بلطيه، كداب على ميه مغليه، بتدوب فيها اكتر. وحكام ال 61 قريه بيحضروا في الفرح، الا افوكا بيكون واقف جنب الزريبه اللي جنب الفرح، واخو سيماي بيقول له ايه مش هتروح الفرح ده ولا ايه؟ بيقول له اروح فين يا عم؟ انا اخش مكان فيه الكلب اللي اسمه سيماي؟ بيقول له ما هو سيماي جوه، والكل كالعاده زمانهم بيقولوا سيماي احسن من افوكا لانك انت ما رحتش وعملت الواجب. بيقول له مين قال لك ان انا مش هعمل الواجب؟ هعمل مع سيماي احلى واجب، مش هو جه يبارك الفرح؟ انا هقلبه له جنازه. بيروح للي واقف على الزريبه، هو بيقول له جاهز؟ بيقول له جاهز يا سيدي الناس وحصل. في الوقت ده سيماي بيكون وسط الناس، ولكشمي بتفضل تدور عليه، بتلاقيه وبتفضل مركزه في قفاه، بيقف بص ناحيتها ولكن مركز في حاجه تانية خالص يا صديقي. بيحط ايديها على الارض بيلاقيها بتهز، وكل مالها ملهزه بتزيد، مش بترقص من فرحتها ان الكذاب الكبير سيماي ماشي عليها يا صديقي، دي بترقص من كميه التيران اللي واخداها جري ورا الناس، ما بيرحموش اي حد قدامهم ومحدش عارف يوقفهم. تفتكر ان سيماي هيسكت لهم يا صديقي؟ لا والله، بيخبطوا الولاد دي بينزل الوان قدامهم، بيفضلوا مكملين، وواحد منهم بيكون خلاص هيخش في لكشمي، ولكن سيماي بيلفها لفه
الجاتوه بيبعدها في اللحظات الاخيره، وهي فين ولا شاغل دماغها الا هو دخل القلب جوه. حماده بيقول له الحق الجواميس هيقعد تحت، بيسيب اللي في ايديه وبيركب الحمار بتاعه وبياخدها جري وراها. وفعلا التيران بيكونوا خلاص هيوصلوا لنهايه الطريق، ولكن الوحش العريق بيولع في الطرحه دي وبياخدها جري قصادهم، بيولع في الحلف اللي في وشهم، بيغيروا اتجاههم، بيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا الميه تحت، بينزلوا على الهادي، بيقفوا في الميه وافوكا بيكون في منتهى الحقد عليه، اما باقي الناس بتكون في منتهى الفخر بيه. الكل بيتجمع واودانا بيقول افوكا هو اللي قال لحارس الجواميس يحط لهم مخدر في الميه، لازم تعتذر لسماعي على اللي حصل. بس بيقول لهم في ايه يا جماعه، الراجل يعني ما كانش قصده، ما حصلش حاجه يعني الكل ده، يلا كل واحد يروح مكانه. فيرا بيقول لهم كل واحد ثابت مكانه، مش معنى ان افوكا رئيس منطقه يبقى ما ياخدش عقابه وقت الغلط، الرئيس بيبقى زيه زي اي مواطن عادي لما بيغلط لازم ياخد عقابه. ابنه جاي بيقول بالظبط يابا لازم ياخد عقابه، واقل حاجه ممكن يعملها يعتذر لسماي. افوكا بيخرج سيفه، هو بيقول اهون عليا اقطع دماغي ولا اعتذر لواحد زي سماي. سماي بيقول له انا مش عايز اعتذارك، اكيد انت ما بتحبنيش ولكن شعبك بيحبك وده اللي هيغفر لك بالنسبه لي. الكل بيسقف له ويمشي، وافوكا بيقول له تصدق حتى الخير اللي انت عملته فيا مش عايزه منك. بيقول له ربنا يهديه وينور قلبك ونضفه من الحقد اللي فيه. بيقول له مفيش حد في نظر الناس احسن مني الا انت، وهيجي اليوم اللي انا وانت هنخش فيه راجل لراجل، ساعتها هثبت للكل ان انا احسن منك. بيمسك حبه التراب دول، هو بيقول له التراب ده بتاعي وبتاعك، احنا واحد وعدونا واحد، انا عن نفسي بحاول بقدر الامكان احمي شعبي منه، دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اخسر حياتي علشانها، انما اجازف بحياتي علشان اي حاجه تاني مستحيل. ما يهمنيش انت احسن انا احسن، انا وانت ولاد بلد واحده. هو بيسيبه ويمشي. تاني يوم رضا بيلم الضرايب من اهل المنطقه في ولايه اودانا، هو بيقول عاش عليكم والله شعب زي العسل، دفع الضرايب من غير اي مشاكل، انما سيماي بكره اليوم اللي بروح الم الضرايب من عندها. في الوقت ده لكشمي بترقص للصنم اللي بتعبده، صديقي بيعبدوا صنم خمرج بتاع نسوان. المهم بتخلص وسيماي بيقول لها ايه الحلاوه دي، بتقول له تسلم، بيقول لها رقصك عجب الكل، بتقول له انا مش برقص للكل، انا ما برقصش غير للصنم. بيقول لها ومين قال لك ان الرقص عيب، ده فن راقي، كل اللي شافوكي مقدرينه، ده عندهم مش عندنا صديقي. المهم بيسيبها ويمشي، وهي راجعه بتفضل تفكر في كلامه، وهوب بتشوف الحريقه دي، بتروح جري تشوف ايه اللي بيحصل. واللي بيحصل ان البيت ده مولع ومحدش عارف ينقذ الناس اللي جواه، ولكن بيحضر في المكان اللي هيطفيها بقفاه. بيخش جوه وبياخد الست وعيالها بره البيت، والبيت بيكون خلاص هيقع عليهم، ولكن سيماي بيخرج بيهم في اللحظات الاخيره. بيقول مين اللي ولع في بيت الست دي، صاحبه البيت بتقول له انا. الكل بينصدم، بتقول له انا اللي عملتها بنفسي. بيقول لها ازاي يعني، بتقول له عايز نعمل ايه، من يوم ما دخلوا الانجليز علينا لا مخلين ورانا ولا قدامنا، يا دوب بناكل في اللي بيفضل من تعبنا طول السنه، في شارع مين ياخدوا نص محصول السنه ضرايب، النص اللي احنا بناخده ما بيكفيناش 3 شهور، وباقي السنه بنفضل نشحت. شوف العيال طول الليل ما بيعرفوش يناموا من شده الجوع، واخرتها اكتشفت ان ابني بيسرق اكل من بره، على اخر الزمن ابني يطلع حرامي اكل. ما تكبريش الموضوع يا خالتي، ما هو انا كان معايا زمايلي بيسرقوا طعميه من ابو خالد واحنا في الجيش، كنت بقول لهم حرام يا ابني منك ليه، واما كان بيقرصني الجوع كنت باكل معاهم، وبعدها بروح اقول لابو خالد اللهم قوي ايماني. المهم صديقي بتقول له يرضيك ابني يطلع حرامي اكل، ده انا ابقى ست ما عنديش كرامه لو طلع حرامي، اهون عليا الموت ولا اعيش بالشكل ده. سيماي بيقول للواد انت جعان، بيقول له لا امي كانت بتاكلنا اكلها وهي بتفضل بالجوع، كنت بسرق لها علشان اكلها. بياخده في حضنه، هو بيقول ولا زعبله هات المخزون اللي في المخزن الشرقي كله ووزعه على اهل القريه دي. بيقول له تمام يا ريس. بيقعد ياكل الواد بايديه، هو بيقول له ما ينفعش ناخد حاجه مش بتاعتنا، ده عيب وحرام. بيقول له طب لو كانت بتاعتنا، بيقول له ما ينفعش نسيبها، هتبقى حقنا ناخدها حتى لو كان على موتنا. راح بيجي له جري، هو بيقول له انت طلبتنا يا سيد الناس، بيقول له انت خدت الضرايب السنه اللي فاتت من شعبي صح، بيقول له حصل يا سيد الناس وكانوا زي العسل ودفعوا على طول. بيقول له طيب بلغ رؤسائك الانجليز ان احنا مش هندفع غير اخر السنه دي. بيقول له ازاي يعني، بيقول له زي ما سمع ولا اقول لك، قول لهم مش هندفع غير السنه اللي جايه. بيقول له بس انت عارف انهم مش هيرضوا بالكلام ده. بيقول له قول لهم ده اللي عندنا واللي معاهم يعملوه. بيقول له بس كده الموضوع هيكبر. بيقول له هو ده اللي انا عايزه يحصل ومستنيه بفارغ الصبر يحصل. بيقول له امرك يا سيد الناس. وفعلا بيبلغ مدها، ومدها بيروح لكوكورين، بيقول له المحصول اللي وصل لندن السنه اللي فاتت يكفيهم لمده 25 سنه جايين. بيقول له لسه السنه اللي جايه هنبعت لهم اللي يكفيهم 100 سنه، احنا عايزين نعمل شغل من نار. بيقول له تمام بس قريه سيماي مش هيدفعوا السنه الجايه ضرايب. بيقول له مين اللي قال الكلام ده، بيقول له رئيسهم سيماي. بيقول له ماله، خلص عليهم وخد المحصول كله. بيقول له ما هي المشكله ان المنطقه دي بالذات ما ينفعش نخش وسطهم عافيه. بيقول له اشمعنى يعني، بيقول له لان سيماي ده مش انسان عادي، ده قتل نمر وهو عنده 10 سنين، سقي 6 تنين وحط له سم في البرسيم، قال اسد الغابه لو انت ملك الغابه انا هحكم معاك، قال له مختار كوكلي لو انت هتلخص انا همثل علشان انور رضاه. بيقول له انتوا هنود كدابين مالكوش اي 30 لازمه، ولو سيماي بتاعكم ده شايف نفسه هجيب له اللي يديله بالجزمه. هيجيب له مين يا صديقي، هيكتور ابن الهرمه، ظابط انجليزي ما عندوش رحمه. تاني يوم سيماي بيروح الفرح ده، هو بيستنى لكشمي وفعلا بتحضر في الفرح. بيقول لها بخ، بتقول له يوه خضتني، لو كنت اعرف انك هتيجي الفرح ده ما كنتش جاي. بيقول لها ليه، انا متاكد من نظراتك انك بتحبيني ولكن بكلامك ده بترفضيني. بتقول له انا مش رافضاه بس حظي في الدنيا ده طين من يوم ما اتولدت، كل ما احب اتوجع من اللي بحبهم، خايفه احبك توجعني
انت كمان. بيقول لها انا غيرهم. بيديها العقد ده. هو بيقول لها وعد مني مش هوجعك، وعد مني مش هتشوفي غير كل دلع. على بالليل بيولع النار كالعاده، وتاني يوم الصبح بيجمد قلبه. هو بيقول لهم وانا عايز اوريك البنت اللي انا عايز اتجوزها. جوسي بيقول له لا انت اصلا متجوز يا ابني. بينصدم. امه بتقول له وانت صغير المنطقه ما كانش فيها ميه، والكاهن قال ان الصنم قال له لازم اللي بيولع النار في طريق النور يتجوز. ما كانش عندنا حل غير ان احنا نجوزها، وطبعا ما كانش ينفع تشوف عروستك الا بعد 24 سنه، ولذلك بعدنا عنك عروستك لحد انتوا الاتنين ما تكبروا. انا مش عارف هم بيعبدوا ايه بالظبط يا صديقي، ولكن متاكد ان الكاهن بتاعهم قاعد زهقان مش لاقي حاجه يعملها، فبيفضل يالف اي كلام وخلاص. المهم يا صديقي خلينا مصدقين ومع بعض مكملين. جوسي بيقول له يلا روح جهز نفسك علشان تتم جوازتك. وفعلا يا صديقي بيروح يجهز نفسه، وبيخرج يجيبوا له مراته بتقعد جنبه. هو بيكون في منتهى الحزن على لكشمي اللي بتكون وسط المعازيم، وفي نار قايده في قلبها على حب عمرها اللي بيتسرق منها. الطقوس بتخلص وبتاخد بعضها وبتجري من المكان. على بالليل بتروح على الجبل ده وبكون خلصت نار، ولكن سيماي بيقول لها استنى، ده مش ذنبك علشان تعاقبي نفسك عليه، انا اللي خلفت وعدي وانا اللي استحق الموت. بتقول له الف سلام عليك من الموت، انا اللي حظي نحس، لا اخترت امي ولا اخترت ابويا ولا اخترت الانسان اللي حبه قلبي، سيبني بقى اختار الموت اللي تناسبني. بيمسك ايديها. هو بيقول لها كل واحد منا اتخلق علشان حاجه معينه، اكيد انت اتخلقتي علشان تعملي انجاز كبير قوي، ما اتخلقتيش علشان تموتي من غير فايده. حتى لو قررت الموت يبقى موتك لازم يكون بفايده ليكي ولغيرك. انا مش عارف ايه الفايده ليها في موتها يا صديقي، بس خلينا مكملين ومع بعض مصدقين. كلامه بيريح قلبها، وفعلا بتاخد حاجتها وبترجع تاني على بيتها. وهو كمان بيرجع لعروسته اللي بتقول له انا اسمي سيد هما، مش عارفه ان كنت تعرفه ولا لا، ولكن اللي متاكده منه انك ما كنتش عايز تتجوزني. بيقول لها انا اتجوزتك من زمان، هيفيد بايه رفضي او قبولي دلوقتي؟ بتقول له بس انا غيرك خالص. بيقول لها وانت كنت عارفه ان احنا متجوزين؟ بتقول له امال انا عمري ما نسيتك، عشت عمري كله مستنيه اليوم اللي اشوفك فيه، كنت عارفه ودايما بقابلك، ولكن كنت بوط دماغي في الارض علشان الطقوس ما تبوظ، كنت مستنيه اليوم اللي يتقفل علينا باب واحد وتبقى فيه لوحدي. عشت حياتي كلها بحبك، بس ما كنتش اعرف انك نسيتني اصلا، وبرضه هكمل الباقي من حياتي احبك، لان ما فيش راجل غيرك هيعرف يعوض مكانك في قلبي. كل اللي بتمناه دلوقتي ان اشوف وشك وامل عيني منك، اسمح لي اشوفك. بيقرب منها وما بيكونش مصدق كميه الحب اللي حبها له دي كلها. بيلمسها بتلف، ومجرد ما بتشوفه بتفضل مركزه في عينيه ولا كانها شايفه العبد لله قدامها. بيحضن ايديها وبتحصل حاجات باذن الله تحصل معاك يا صديقي. المهم تاني يوم الصبح الدنيا بتكون ماشيه تمام، وكل مواطن معاه حته ارض بيزرع فيها، ولكن بيحضر في المكان اكتر وردها بيقول الكل يتجمع هنا، عندي ليكم خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الحلو انكم مش هتدفعوا ضرايب تاني خالص، والوحش ان اراضيكم دي مش هتبقى ملككم اصلا عشان تدفعوا لها ضرايب، انتوا هتشتغلوا في اراضيكم براتب شهري، والارض هتبقى ملك الانجليز. سوبيا بيقول له ازاي الكلام ده يعني؟ احنا مستحيل نسيب اراضينا، هناكل وهنشرب منين؟ هيكتور بيقول له انت ارضك قد ايه؟ بيقول له 5 فدان. بيقول له طيب مستعد تعمل اي حاجه علشان اسيب لك ارضك؟ بيقول له اكيد طبعا. بيقول له طيب انا هلعب معاكم لعبه، هتاخدها جري من هنا لحد اخر ارضك، بس هيجري قصادك مين؟ الحصان بتاعي. الكل بينصدم. بيقول انه الحصان وصل قبلك لاخر الارض، هياخد ارضك، انت وصلت حلال عليك ارضك. بيقول له موافق. بيقول له جاهز ابدا. بياخدها جري، وابن الحرمه بيبعت الحصان وراه، بيفضل يجري والحصان يجري، وسوبيا بيجيب اخره يا صديقي، وطبعا اللي بيوصل قبله هو الحصان. الكل بيكون في منتهى الصدمه، وراها بيقول بالشفا حلاوه، ضاعت عليكم اراضيكم، مبروك يا ريس هيكتور. بيقول له حاجات بسيطه، ارجع يا حصان. الحصان ما بيرجعش، لان مين اللي بيكون راجع بيه؟ اسد السنين سيد الكدابين سيماي. بيروح على سوبيا بيقومه، وراها بيقول له مش هتيجي ترحب بالرئيس الجديد هيكتور؟ ده غير اي ظابط شفته في حياتك. بيمسكه من رقبته. هو بيقول له هيكتور انت مين يالا عشان تاخد اراضي من شعبي؟ كنت امي اختي؟ مش هقول لك اخويا لاني مش شايفك راجل قدامي. بيقول له انت كده بتخالف القانون الانجليزي، واي حد بيخالف القانون بياخد عقابه، خلصوا عليها رجاله. الرجاله بيروحوا هيجين عليه وهي واحده، وبياخد التاني في ايديه. بيقول له اسمع يالا، الارض دي ارضنا، والميه ميتنا، والزرع زرعنا، واللي هيقرب مننا يستقبل فعلنا. ابلع يالا، احنا اتولدنا على الارض دي وهنموت على الارض دي، لا انت ولا اسيادك ليكوا حاجه عندنا، الارض دي ارض مين يا رجاله؟ ارضنا يا ريس. ويوزع. هيكتور بيكون في منتهى الصدمه، هو بيرفع عليه سلاح. راح بيقول له ده خالص يا سيد الناس، لو ضربت طلقه هنتاكل، انت مش شايفهم زايمين علينا ازاي؟ اسمع مني يلا بينا من هنا. بيركب حصانه، ولكن الحصان ما بيرضاش يتحرك بيه. سيماي بيقول له الحصان نزل راسك يلا. بينزل راسه. بيقول له هيكتور المره دي رجعتك منزل راسك وراس حصانه، ان خطيت الارض دي تاني مش هيخلي فيك راس علشان تنزلها اصلا، امشي يا حصان. الحصان بيمشي، وهيكتور بالليل بيفضل قاعد مش قادر ينسى اللي حصل فيه. راح بيقول له طيب ارحم الحصان ذنبه ايه؟ بيقول له كل ما بركب عليه بيفكرني بالوحش اللي اسمه سيماي. بيقول له طب خلاص مش لازم ناخد منه ضرايب طالما مش هتقدر عليه. بيلفحوا بالسيخ ده. هو بيقول له ما بقاش راجل لو ما علمتهمش الادب. في مثل بيقول لك اضرب المربوط يخاف السايق، وهو ده اللي هعمله معاهم. انا مش هقدر على قريه سيماي، ولكن هدمر كل اللي حواليه علشان شعبه يخاف ويحصل فيهم نفس اللي بيحصل في اللي حواليهم. وفعلا صديقي ابن الهرمه بيبدا يدمر ويهاجم المناطق اللي حواليهم،
بيهم لحد ما بيوصل للمنطقه دي بيكون فيها فرح 10 عرسان. بيخش عليهم بيقول لهم انا مش هاخد منكم ضرايب، انا هاخد المحصول كله. زغلول بيقول له لما تاخد المحصول احنا هناكل ايه؟ بيقول لهم طيب خلاص مش هاخد منكم المحصول، ولكن من النهارده مفيش بنت هتتجوز في القريه ولا عريسها هيقرب ناحيتها قبلي، وهو هبدا ب10 عرسان مره واحده. هتدينوا المحصول ولا بناتكم؟ زغلول بيقول له خلاص لا هبوس ايديه، خد المحصول وسيب بناتنا كله الا شرفنا. وفعلا بياخدوا المحصول وبيمشي. بس بيشوف المحصول بيروح جري على العربيه وبياخد كاف. بيلاقي ابن الهرمه يكتر في وشه. امه بتقول له رجعهم يا ابني. يقول لها انا المره دي ما بسرقش يا ماما، لان سماي قال لي طالما حقي هموت علشان اخده. الكل بيتاثر بكلامه وكل واحد بيروح ياخد كف راز، ولكن ابن الهرمه بيولع فيهم بلا رحمه. على بالليل سماي بيكون وصل للمنطقه وبيحكوا له كل اللي حصل. ابن الهرمه يكتر قبل ما يمشي بيقول لهم اللي مقوق قلوبكم مش هرحمه ولا هرحم حد فيكم، ان كنتوا عايزين الرحمه كلموه عقلوه وخلوه يجي يبوس على رجلي لعلي ارحمه واسيبه عايش عبد تحت رجلي. بيخلصوا له اللي حصل. بيقولوا بانا، بيقولوا امرك يا سيد الناس. بيقول له وصل كلامي ده لكل القبائل، كل شارع، كل حاره، كل منطقه، كل الملوك، الشعب كله لازم يسمع. قول لهم ان سماي هيقطع دماغ الكلب ده في بيته وسط جيشه ورجالته. وفعلا يا صديقي تاني يوم اكتور ابن الهرمه بيكون بيتسلى بعذاب الشعب في قصره. هو بيقول انا اكتور حد له شوق في حاجه جاي لك في الطريق اللي هيقلبك دجاجه. وفعلا يا صديقي بيخش بالدبابه اسد الغابه، واول جندي بيخبطه بالرمح بيعلقه، والله يا صديقي ما بيعتقوا. بينزل من الدبابه واللي بيقابله بيقلبه ذبابه. ابلع على بيخش الاوضه دي بيخلص على اللي فيها. حماده بيقف على الحيط بيخش فيه زبير بيعدي بيه الناحيه الثانيه. يركن البترول ده بيتنطر تحت العربيه، بياخد سلاح من واحد فيهم ويوزع فرجع يا ابو الشار. بيخش الاوضه دي واللي بيخش وراه بيخرجوا عشار. واحد يقول لي يعني ايه عشار يا ميخا؟ ده رقم يا صديقي سومان تساع عشار. المهم بيخرج بره بيعمل منهم سلطه وبيكتر الخيار. بيخلص عليهم بيلاقي اكتور قدامه بيخش عليه هيجان، وهي واحده بيفتح صدر جنابه. اكتور بيحاول تاني وهي واحده بينسيه مسكه السيف. بيشيل سيوفه وهو بيخش عليه بايديه، اما بالسيف ما كانش قادر عليه، بايديه هيقدر ربنا يهديه. بيعجب فيه ورجالته بيخشوا جري على القصر. هو بيجيبوا الاسلحه دي وبيخرجوا عليه وبيكون خلاص هيضربوه، ولكن 5 6 رجاله قلوبهم ميته بيخشوا عليهم بالقوس بيفرتكوهم. هيكتور بيعرف ان دي النهايه. هو بيخرج بره القصر وبياخدها جري من المكان، بياخدها جري وراه. مش هو بس يا صديقي، هو وكل اللي كانوا واقفين من الشعب الهندي بره. هيكتور بينزل الميه، سيماي بينزل وراه بيمسكوا من رقبته وهي واحده بيطيرها لفوق. الكل بيشوف دماغه طايره، هم ما بيكونوش مصدقين انه خلاص مات. بيفرحوا قوي وسيماي بيخرج بره. رجالته بيجيبوا له راها بيقولوا له ده خاين يا ريس، كان خدام للانجليز. بيقول لهم ده مش وقته، اللي نهبوا هيكتور من الشعب اهم بكتير دلوقتي، الحاجه دي مستحيل تطلع بره البلد. تاني يوم راها بيروح للكوكرين بالعلبه دي، بيخرج اللي فيها بيلاقيها دماغ هيكتور. بينصدم وراها بيحكي له كل اللي حصل، حتى المحاصيل اللي كانت هتروح على لندن راح ورجعها تاني لشعبه. مدها بيقول له ده اللي حذرتك منه يا باشا. سيماي بدا صدقني مش هتعرف توقفه، ويوم ما توقفه هيكون مخسرك 3 4 جيشه. بيقول لي جيشه يا رجاله موافقين على الكلام ده؟ هنجيب الكلب ده ونخليه عبره لاي حد يفكر يقلده. بيجهز اقوى 300 جندي عنده. هو بيقول للقائد بتاعهم تروح تدور عليه، واما تلاقيه تقطعه وترميه للسما وتجيب لي دماغه. مفهوم؟ بيقول له مفهوم يا فندم. بيقول له يلا اتحرك. بيتحرك وسيماي بيكون قاعد مع جوساي. بيقول له ايه احساسك دلوقتي؟ بيقول له اول مره اكون راضي عن نفسي. بيقول له بس انت لسه في البدايه ومحتاج دعم كل اللي حواليه. تفتكر ان ال60 ملك هيرضوا ينضموا معاك في الحرب دي؟ بيقول له اكيد مفيش حد فيهم حابب العبوديه اللي احنا فيها، ومفيش حد ما بيحبش الحريه. وفعلا بيجمع الملوك كلهم، واول واحد بيقول له يا سلام انت عايزنا نخش حرب معاك ضد الانجليز ونكسبهم؟ احنا ما عندناش ربع الجيش اللي عندهم ولا حتى سلاح واحد من اللي معاهم. بيقول له مين قال لك؟ انا عندي. بيقول له مين؟ بيقول له الشعب. فيرا بيقول له ياه انا طول عمري اسمع ملك بيحارب ملك، جندي بيحارب جندي، انما مواطن يحارب جندي او ملك دي جديده عليا. بيقول له انا بتاع الجديد كله. الشعب هيعمل شغب والشغب هيلهي الانجليز، هتقلب عليهم حرب، هنخش بجيشنا الصغير على جيش الانجليز اللي برضه هيكون عددهم صغر قوي، وبما ان احنا اصحاب الارض هنكسب بكل سهوله. ابن الهرمه ده بيضحك. هو بيقول له انت عايزنا تاني نخش في عداوه مع الانجليز؟ ده احنا ما صدقنا وصلنا الحل معاهم على اللي انت عملته، ما تقول لي يا مالا. بيقول له ايوه يا اخويا، الكنز اللي انت سرقته منهم وفرقته علينا كلنا اعتبرونا في صفه، كانوا فاكرين ان احنا لينا ايد في اللي حصل، ولكن احنا فهمناهم ان احنا ملناش دعوه باللي حصل، وما تقلقش احنا عايزينك تسلم نفسك، وصدقني هيعاقبوك من غير اذى بس تعتذر لهم. بيخرج سيفه وبيشوحه وبيجيبه جنب وشه. هو بيقول له انت عايزني اعتذر لمين يالا؟ للي واخدين اراضينا وعلينا حاطين؟ ان حد طلب مني تاني اعتذر لهم هغرس في عينيه احلى سكين مهما كان سنه صغير او كبير. ابوكا بيسقف له. هو بيقول له بص يا سيماي دي حربه ربنا معاك وتسد مع ال 300 جندي اللي جايين، خد سيفك ورينا شطارتك. بيقول له هتشوف لوحدي على 300 جندي خليكوا فاكرين. هو بيسيبهم ويمشي. وهوب صوبيا بيقول له استنى يا سيد الناس انا معاك. كلهم بيضحكوا عليه. بيقول له انا مش صوبيا الضعيف بتاع زمان، من يوم اللي حصل فيا وانا بتدرب وباكل كويس ومستني اللحظه اللي ابقى فيها معاه. يا سيماي الكل بيهتف باسمه، وسيماي بيكون في منتهى السعاده بيهم، وفعلا بيروح بيهم على القريه بتاعته. هو بيجهز لهم اسلحه جباره، بيعملوا فخاخ وبيعملوا اسلحه، هو بيتدرب
بيتدربوا تدريب من نار. وفعلا تاني يوم ال 300 جندي الانجليزي بيحضروا قدام القريه، وسماي برجالته متمركزين كل واحد في مكانه. ابن الهمه بيقول لرجالته اضربوا مدفع. بيضربوهم اول ضربه بيوقع 5 6 من رجاله سماي. بيقول له استسلم يا سماي، استسلم والا هوقع القريه عليكم. سماي بيبص على جنوده بيلاقيهم مرعوبين، والظاهر كده انهم مش هيسدوا معاه. ابن الهرمه بيقول له سامعنا يا سماي. بيضرب مدفع كمان بيوقع واحد من الرجاله عظم رجليه بيتكسر. كل واحد بيسيب مكانه وبيروح جري عليه، وسماي بيتاكد انهم مش هيسدوا معاه، فبينزل يفتح البوابه. واحد من جنود الانجليز بيقول اهو طلع اهو، انا اول واحد هخليه يمسح لي جزمته بلسانه. فبيرشقه بسهم بيكسر له صف اسنانه. بيقول له رجالته اسمعوني كويس، انتوا في تفكيركم ان احنا 40 واحد قصاد 300 جندي، ولكن ده اللي هيتكتب في التاريخ، والناس هتفضل تكتب وتتكلم عنكم الاف السنين. جاهزين يا وحوش؟ جاهزين يا مدير؟ اولاد الهرمه بيكونوا عليهم جايين وخلاص قدام البوابه واصلين، ولكن سماي بيقطع الحبلين دول. البوابه بتترفع وبيبدا يشوح فيهم شمال ويمين. الرجاله بالقوس من فوق عليهم حاطين، وتاني مجموعه بتيجي جاريه عليهم بيكون عددهم كبير. بيحطوا السلالم دي على القريه وبيكونوا خلاص طالعين، ولكن الوحش المهم بيكون نصيب لهم كمين. الحفره اللي تحت دي بتكون مليانه بترول، بيخبط سهم مولع بيولع فيهم، ولكن اولاد الهرمه بيفتحوا البوابه. هو بيخش عليهم بالسيوف هيجانين. ومرات سماي بتجيلها وجعه الولاده. ده وقت تولدي فيه يا بنت المعلمين، ما علينا صديقي. المهم بره سماي بينزل عليهم عجل مولع، هو بيخرج العربيه دي ولعه برضه. اولاد الهرمه بيكون عددهم كبير قوي، هو بيخش جوه، ولكن سماي بالسيف ومستنيهم بيعجب فيهم، ورجالته في ظهره سدين. الخمسه سته دول بيقفوا كل واحد معاه سلاح، وبيكون خلاص هيضربوا على سماي، ولكن صوبيا بروح فدائيه بيمسك العلم ده وبينزل بيهم لتحت. الفخاخ بتخرمهم وصوبيا بيترمي على جنب. سماي بيجي جري عليه وبيقول له انت كويس؟ بيقول له كويس، هي دي الموت اللي انا مستنيها، وبيتوكل على الله يموت. مرات سماي بتولد، ومن بعدها سماي بيرفع اسلحته، ما بيشوفش حد قدامه. اللي بياخد واحده وبيموت بتبقى امه ده عياله. اخر 30 جندي قدامه بالقائد بتاعهم بياخدوها جري منه. سماي ورجالته بيكونوا في منتهى السعاده، ولكن مره واحده السعاده بتروح اما بيحضر ابن الهرمه افوكا بجيشه. سماي بالكم واحد اللي فاضلين معاه بيستعدوا، واولاد الهرمه بيرجعوا تاني عليهم. افوكا ورجالته بيرفعوا اسلحتهم وبيرموها، ولكن على الانجليز مش على سماي يا صديقي. سماي بيستغرب، وافوكا بينزل من على الحمار بتاعه بيقول له رغم انهم كانوا 300 ولكن انت وقفت في وشهم لوحدك، هم كانوا واثقين انهم مش هيقدروا عليه، ولذلك طلبوا مني اساعدهم. انا وافق، بس مش علشان اساعدهم، علشان اجي واشوفك وانت بتكسبهم، مش علشان اتعلم منك، علشان اشوف طريقتك، وبعد ما نحرر البلد من الكلاب دول العبك واعرف اكسبك. بيقول له برضه مش هتعرف تكسبني. بيقول له هنشوف. امه بتخرج له بالكداب الصغير وبتقول له دكر يا دينايا. بيشيله، هو بيشوف صوبيا قدامه بيقول انا هسميه صوبيا علشان الناس تشرب في رمضان. كريمه كداب. المهم تاني يوم الصبح كوكرين بيصحى من النوم بيلاقي العربيات دي جايه ورا بعض. الرجاله بيشيلوا الغطا بيلاقي جثث 300 جندي اللي بعتهم. بيكون في منتهى الصدمه، وواحد من رجالته بيقول له سيماي بعت لك رساله مع الجثث دي يا ريس. بيقول له هاتوها. بيخش من بالرساله الوحش المهين سيد الكدابين سيماي. يقول انا سيماي قلت عليا حرامي علشان رجعت محصول اللي انت سرقه من شعبي. بعت لي 200 جندي مع اكتر خلصت لك عليهم. بعت 300 برضه خلصت عليهم. المره الجايه هتبعت 600 برضه هخلص عليهم. فاحسن لك سيب البلد دي وامشي. ده لو كنت خايف على جنودك. بيقول له كفايه، مين هو سيماي ده؟ الواد ده بيقول له الرسام خلص الصوره يا ريس. بيخش جري لجوه، بمجرد ما بيشوف الرسمه بيكون في منتهى الصدمه. بيخرج بره بيلاقيه فص ملح وداب. ما ده بيقول له رساله فاضيه. جه وقال اللي في نفسه وش الواش استعد للحرب يا عسى. وفعلا سيماي بيرجع المنطقه، وفي ملوك كتير قوي بتقرر تخش معاه الحرب. بيجمعهم كلهم، هو بيقول لهم احنا لازم نبعد النسوان والاطفال عن هنا علشان ما حدش يتاذي فيهم وقت الحرب. وفعلا بيمشي الكل حتى مراته وابنه وامه. بيروح يجهز ويدرب الجيش في الغابه. في الوقت ده اخو سيماي بياخد فلوس من الانجليز وبيرشد على مرات سيماي. بيخطفوها بابنها، وسيماي بيعرف اللي حصل من غير تفكير بيهجم على المكان اللي خطفوهم فيه، واللي بيقابله بالرمح في وشه بيديه هبل على. بيخش لمراته وبياخدها وبيرجع بيها على البيت. بيروح لاخوه فيرا بيقول له اخوك خان واقل عقاب للخيانه الموت. بياخد السيف هو بيقول له ام القرار قرارك يما، وبيسيبوه يمشي. في الوقت ده الانجليز بيدوا صوره سيماي لراجا. واحد من رجالته بيقول له انا عارف هم فين يا ريس، ترشد عليهم وناخد المكافاه. بيقول له لا. بيروح لسيماي. سيماي بيقول له انت مين؟ بيقول له انا راجا. الانجليز بعتوا لي صوره علشان اعرفهم مكانك، وفي المقابل هيدوني مكافاه، بس انا مكافاتي تحرير البلد دي وخروجهم منها باي تمن، وده اللي انت هتكافئني بيه. انا في ظهرك، اقبلنا اكون معاك برجالتي. ابن فيرا بيقول له بس انت تلجو واحنا هنود، ازاي هنعرف نتعامل مع بعض؟ بيقول له يا عم القلوب اللي بتتعامل مش هنختلف اخويا. بيقول له خلصانه. ومن بعدها صديق الانجليز بيضربوا في الشعب علشان سيماي يظهر لهم، ولكن ما بيرضاش يخرج. بعد ما بيخلصوا ضرب بيروح هو يهجم عليهم. وكوركين مش عارف يسيطر على الوضع ولا يوقف اللي بيعمله سيماي. بيقول لرجالته احنا لازم ننهي الموضوع ده قبل ما ريحتنا تفوح في لندن. بيجيب باسي وبيمضي معاها عقد اتفاق
على بالليل سيماي بيكون مجمع رجالته وبيحتفلوا كلهم بالانجازات اللي بيعملوها. افوكا بيقول لي بس يا اخي سيماي ده محظوظ قوي، بعد ما كان يحكم منطقه واحده بعد اللي عمله بقى يحكم 61 منطقه. بيقول له ايه رايك تحكم انت بداله؟ بيقول له نفسي. بياخده بره بيقول له اسمع انا النهارده متعاقد مع كوكرين، هخلص على سيماي وعيلته وانا وانت هنحكم ال 61 منطقه ونسيب الانجليز في حالهم، وهم يا دوب بس هياخدوا الضرايب زي ما كانوا بياخدوها من الشعب واحنا نعيش حياتنا بقى يا معلم. بيقول له طيب امتى؟ بيقول له هنخلص عليهم النهارده. بيقول له النهارده؟ بيقول له مفيش وقت. وفعلا صديقي الكل بينام واولاد الهرمه بيبداوا يخلصوا عليهم في عز نومهم، بيخلصوا على راجا ومرات سيماي وام سيماي وكل رجاله سيماي المهمين. ما بيكونش فاضل غير سيماي اللي بيكون نايم على الكرسي بره، بيخرجوا له ولكن ما بيكونش هو اللي على الكرسي يا صديقي، بيكون راجا ايوه لسه عايش ما ماتش. بس بيقول له فوكا يا خاين، بيقول انا عمري ما اخون ملكي سيماي. سيماي بيخش عليهم واللي حصل يا صديقي ان كل ما حد كان يخش اوضه سيماي ورجالته كانوا بيخلصوا عليهم قبل ما يلمسوا اي حد. بيقول له كنت عارف انك غدار يا باسي ولذلك كنت لازم اخلص من اعدائي اللي عاملين حبايبي علشان اعرف اخلص على اعدائي الحقيقيين بره. افوكا بيخلص عليه وفيرا بيقول له عاش عليكم يا رجاله، عرفتوا الخاين اللي وسطنا وخلصنا منه. سيماي بيقول له ما هوش ده الخاين الوحيد اللي وسطنا، فاضل واحد كان مع باسي يا فيرا. مين الواحد ده بقى يا صديقي؟ جاي ابن فيرا. الكل بيكون في منتهى الصدمه وسيماي بيقول له ابنك الماده عمت عينيه ونسيته اللي ليه. فيرا بيخرج سيفه هو بيقرب من ابنه ولكن ايديه بتترعش. سيماي بيقول له سيب لي الطلعه دي انا، هو بيقول له خلص عليه الخاين ده وبيسيبه ويمشي. سيماي بيرفع سلاحه وبينزل عليه بلا رحمه. فيرا بيكون في منتهى الحزن على ابنه ولكن ما باليد حيله. ثاني يوم الاخبار بتوصل لندن بيشنوا الحرب ضد سيماي، كل واحد بيجهز جيشه وسيماي بيقول لجيشه جهزوا يا رجاله جهت اللحظه اللي كلنا مستنيينها، حريه بلدنا لو ما قدرناش نعملها النهارده مش هنعرف نعملها تاني، بيننا وبين الحريه ايام الحرب. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا ريس. هجوم. بيهجموا عليهم ولكن اولاد الهرمه بيضربوهم بالمدافع ولا بيهزهم، عددهم كبير وابن الهرمه كوركين بيقول جهزوا البنادق، بيضربوا بالاسلحه ولكن سيماي بيرد عليهم بالقوس، بيخلص على اللي قدامه واخيرا بيوصلوا لبعض. بيبدا شغل الفنانيش ومش قادر اقول لك مين مات صديقي ومين هيعيش، زي ما انت شايف الهيش في الهيش، وقوه الانجليز بتكون في المدافع اللي محدش عارف يوصل لهم اصلا. تفتكر ان سيماي هيسكت لها؟ قولها معاه صديقي. لا والله بيكون مجهز لهم فريق كامل بقياده افوكا، بيطلعوا كلهم من تحت الارض هيجين بيضربوا المدافع. ما هو الحب معاكم مش نافع، ابلع على وسيماي الناحيه الثانيه واكل شارب نايم فيهم، ولكن اغلب رجالته المهمين بيموتوا. بيغضب اللي بيقفشوا منهم هي واحده ضربه بتنهيه، اللي بعديه يحصل اللي قبليه بالشفا يا بيه. ابن الهرمه كوركين بيخش عليه ولا بيشغله، بيقطع له صوابع ايديه وعلى الارض بيشنكله وبيكون خلاص هينهيه، ولكن رجالته بيشيلوه وبياخدوها جري من ارض المعركه. بيرجع للقائد بتاعه بيقول له الحرب دي لو كملنا فيها هنخسر، وعلشان نكسبها مفيش قدامنا غير حل واحد، لازم نخلص على سيماي، وعلشان نخلص عليه لا جنود ولا اسلحه هتفرق معاه، لازم واحد من رجالته يظبطه ويسلمه لنا على الجاهز. بيكون معاهم مين؟ فيرا صديقي. بيقعدوا قدامه وبيقول له انا عرفت ان ابنك مات وسمعت ان سيماي هو اللي قتله. بيقول له قتله علشان خاين. بيقول له طب ما هو اخوه خانه وما قتلهوش، ولا هي حلوه ليه ووحشه لغيره؟ سيماي ما بيحبش حد فيكم، بيستغلكوا علشان يعمل تاريخ لنفسه. بعد ما نكسب الحرب دي هديك السلطه، انت راجل حكيم انا هسيبك ترجع له وبراحتك، عايز تعمل اللي هقول لك عليه امين. بعد ما نكسب الحرب هتاخد مكان كوركين، مش عايز انت عارف وانا عارف انكم هتخسروا الحرب، بس فكر في طار ابنك قبل ما تاخد اي قرار. وفعلا بيرجع وسط الرجاله اللي بترجع، وعلى بالليل بيحط الكيس اللي اديهوله الانجليز في مشروب لسيماي بيديهوله، وسيماي طبعا بيكون واثق فيه وبيشرب منه. بيكون طالع يولع النار اللي بيولعها كل سنه على الطريق، ولكن مراته بتحضر في المكان. بيقول لها ايه اللي جابك؟ بتقول له قلبي ما كانش مرتاح، ما كنتش عارفه اقعد بعيد عنك. بياخد ابنه يسلم عليه ولكن ما بيقدرش يشيله، بيحط ايديه على سلاحه بيلاقيه اتاخد منه. بيبص على فيرا بيعرف انه خانه ابن الهرمه. فيرا ما بيبصش عليه هو بيروح يسلم سلاحه للقائد ابن الهرمه اللي بيقول لرجالته هجموا عليه. سيماي بيروح يهرب مراته هو بيقول لها امشي ومهما حصل اياك تبصي وراكي. بتمشي وبيرجع تاني مكانه. اولاد الهرمه بيحطوهم من كل اتجاه ورغم انه متخدر ما بيقدروش يقربوا ناحيته بالسهم. بيعافر معاهم بيحطوا عليه سلاسل بيشوح فيهم ولكن المخدر بيغلبه. بيفضل يعافر هو بيروح يولع النار زي ما بيولعها كل سنه. بيقعد مكانه وفيرا ماشي في منتهى الصدمه وهوب بيشوف حد جاي جري عليه. هو مين؟ ابنه جاي يا صديقي. بيقول له انت ازاي لسه عايش؟ واللي حصل يا صديقي سيماي ما نزلش السيف على رقبته، نزله على ايديه فك الحبل اللي ربطه وبيقول له ابوك بيحبك قوي يا جاي، ليه توجع قلبه؟ ما يستحقش منك غير كل خير، اهون عليه الموت من الاحساس اللي حاسه دلوقتي. خد السيف ده وروح اقتله. بيقول له انا اسف اخويا انا موتي حلال. بيقول له لا في ايديك تعمل حاجه كبيره قوي، الانجليز فاكرينك معاهم كمل معاهم ولكن انت معانا وهتفضل سلاح لينا وسطهم تضرب فيهم، وهيكون لك دور كبير قوي في الحرب دي لو كسبناها. بعد الحرب تعرف ابوك الانجاز اللي انت عملته وصدقني هيسامحك على خيانتك لينا. فيرا بيسمع اللي حصل هو بيكون في منتهى الصدمه. جاي بيقول له شفت يابا انا عمري ما هخونك تاني. بيقول له بس انا خنت يا ابني. بيخرج سلاحه وبيقول له انت عملت ايه يابا؟ بيروح جري على سيماي ولكن القائد ابن
الهرم بيخلص عليه بطلقه واحده، واولاد الهرم بيكونوا مسلسلين سيماي، وفيرا بمجرد ما بيشوفه متسلسل بيخرج الخنجر وبيعملها يا صديقي. سيماي بينصدم، واولاد الهرم بياخدوه وهو بيتحكم عليه بالاعدام في ميدان عام قدام الشعب كله علشان يكون عبره لاي حد يفكر يقلده. بيخرجوه في الميدان والكل بيكون في منتهى الفخر بيه والحزن عليه. بيطلعوه على المشنقه والشعب كله بيوطي دماغه على الارض لانهم مش هيقدروا يعملوا عشانه اي حاجه رغم كل اللي عملوا علشانهم. ومره واحده بيقول لهم ارفعوا راسكم فوق، انا ما بتعاقبش على حاجه غلط عملتها، انا كنت بدافع عن حريه بلدي، اوعوا تستسلموا. فيكم واحد هيعمل جيش ويحارب من بعدي، وهيجي واحد ويحارب من بعده لحد ما نخرج الناس دي بره بلادنا والاجيال اللي جايه يعيشوا احرار. الكل بيهتف باسمه وكوركين بيقول لهم خلصوا عليه، وفعلا بيحطوا الحبل على رقبته وبيسحبوا السكينه. بيفضل ثابت ومستحمل. هو بيفتكر اللي اولاد الهرمه دول عملوه في شعبه. بينط معرفش ازاي، هو بيلف بيخرج من الحبل بره، بينزل تخبط في كل اللي حواليه، بيشوف القائد بيروح جري عليه وبيكون خلاص هينهيه، ولكن الجند ابن الهرمه ده بيطير دماغه رغم ان دماغه طايره. بيخلص على كل اللي حواليه، بيطب ساكت مكانه. هو بيعلقوا دماغه وسط الشعب، امه بتفضل تصرخ عليه وشعبه واهله وناسه الكل بيكون في منتهى الحزن عليه. بيفضلوا يهتفوا باسمه وبيغنوا له مش ناسيك انا مش ناسيكي، لسه فاكر لون عينيكي. وطبعا انت نسيت ان القصه دي كلها بتحكيها الست دي يا صديقي. بتخلص القصه لرجالتها، بياخدوا دفعه معنويه وبيخشوا عليها ومش عارف بقى بيكسبوا ولا بيخسروا. المهم ان الهند اتحررت لان الكهرباء فصلت يا صديقي. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى اكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس لان اقسم برب اللي جاي جديد. وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.